السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بدقيق وميه هنعمل احلى فطير وهنسويه كمان في فرن البوتاجاز. يلا نشوف عملناه ازاي. في الاول هضيف كوبايتين ميه، بس اهم حاجه الميه تكون دافيه. ودي تاني واحده، معلقه سكر كبيره، نص معلقه ملح صغيره، بس كده وهقلبهم. الفطير بيتعجن بميه وسكر وملح بس، مفيش خميره ولا اي حاجه تانية. وهزود كيلو الدقيق بسم الله، وهبدأ أعجن بسم الله. كده العجين عايز مية تاني، فجبت نص كوباية مية وهبدأ أضيفها بالتدريج. هنفتح ونشوف كده ايه الأخبار. ما شاء الله كده العجينة حلوة جدا، مش عايزة مية تاني. كيلو الدقيق أخد مني كوبايتين وربع مية من اللي هي بتاعة الشاي دي. ده شكل العجينة بعد ما خلصت. أهم حاجة لازم تتعجن كويس زي ما انتوا شايفينها كده. وهغطي العجينة واسيبها حوالي ساعة الا ربع كده ترتاح، لأن احنا في الشتاء. دي شكل العجينة بعد ساعة الا ربع. سبتها ساعة الا ربع علشان في الشتاء بس العجين بيحتاج يرتاح شوية علشان يتفرد معاكي على طول. شايفين ما شاء الله العجينة عاملة ازاي. بقطع كيلو الدقيق 8 كور، وزن الكرة تقريبا 200 جرام. بيبقى حلو جدا ومتساوي. لو انت حباه سميك عن كده هتقطعيهم 6 كور بس. هضيف زيت في الصينية اللي هريح عليها العجين علشان بس ما يلزقش، لانه لما بيرتاح بيلزق. كده دي اول قطعة، هغلفها كده بالزيت علشان وشها ما ينشفش. قطعت الكيلو 8 قطع متساوية، وزن القطعة تقريبا حوالي 200 جرام. ولازم ندهن وشه زيت كده علشان بس الوش ما ينشفش. وهغطيه بأي كيس نضيف، وهسيبه يرتاح تاني نص ساعة. استخدم قشطة وزبدة فلاحي. طبعا الكميات عادي براحتك خالص لو انت محوشاها او كده. انا بصراحة ما بعملهاش بمقدار، على حسب ما الفطير بياخد معايا. هفكهم شوية في الميكروويف علشان اقدر افردهم على العجين. سيحت الزبدة والقشطة كده مع بعض يا دوبك بس يسيحوا. وهدهن الرخامة زيت. اول قطعة شكلتها، شايفين ما شاء الله العجين ارتاح ازاي. طبعا الرخامة مغسولة يا جماعة، اكيد مش هستخدمها وهي مش نظيفة. كل ما بتسيب العجين يرتاح كل ما بيتفرد معاكي على طول. هسويه النهارده معاكم في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بتاعي ما بيولعش الا من تحت بس، فطبعا دي بتبقى مشكله في المعجنات. فانا علشان احل المشكله دي شغلت الفرن بعد ما قطعت العجين كور كده علشان يسخن جامد والفطير ما ياخدش وقت في الفرن. طبعا هتفردي فيه على قد ما تقدري، كل ما تلاقيه بيتفرد معاكي كده فردي. وهتحاولي تخفي الاحرف شويه علشان ما تبقاش تخينه. بعد ما فردتها كده هحط زبده على قشطه، وهجيب الطرف ده اعمله كده وهدهن تاني علشان يبقى مورق من جواه. وانتي بتتني افردي بس الاحرف دي علشان ما تبقاش مكلكعه. وهنجيب التانية كده. كده اول طبقه بقت جاهزه معايا، هسيبها على جنب ونجيب تاني قطعه. طبعا يا جماعه انا مش محترفه ولا حاجه، بس بحاول اجتهد. نفسي اوي اتعلم اعمل الحركه دي.
بشوفهم لما بيعملوها بتتفرد معاهم على طول. ما تضحكوش عليا. خلينا زي ما احنا عارفين احسن. زي ما عملنا في الاولانيه هنعمل في التانيه. دي كده تاني واحده. دي كده ربع طبقه. زي ما قلت لكم انا بقسم الكيلو 8 كور، كل فطيره 4. لو حد بيحب الفطير سميك شويه هتقللي الطبقات، بدل ما تقطعي الكيلو 8 هتقطعي 6. طبعا يا جماعه احسن تسويه للفطير المشلتت تسويه الفرن البلدي، بيخليه مظبوط قوي وحلو وسواه جميل. بس انا بحاول احل المشكله دي وبعمله في الفرن البوتاجاز علشان الفرن بتاعي بايظ. كده اول فطيره معايا هشيلها في الصاج على طول، هسيبها ترتاح على ما اخلص التانية. كده تاني واحده بقت جاهزه معايا، بسويهم في الصاج كده على طول. لازم بقى تبقى مدوره، انا بعملها ايه مستطيله زي الصاج، هي لسه عايزه ترتاح شويه. كده لسه ما اتفردتش قوي، فانا هسيبهم شويه على ما دي كمان تفرد. فردت الفطيرتين هدخلهم الفرن على اعلى درجه. ما شاء الله ده شكل الفطير، شايفين عامل ازاي زي الكهرمان. اخد معايا في الفرن نص ساعه بالظبط على نار عاليه. هغطي الصاج وهو سخن كده على طول علشان الفطير يطرى شويه. زي ما قلت لكم الفطير بتاع البوتاجاز العادي ده بيبقى ناشف عن الفطير اللي هو بتاع الفرن البلدي. ما شاء الله ده شكل الفطير. نشوفه كده من جوه اخباره ايه. بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي. وبكده ابقى خلصت معاكم حلقة النهاردة، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الحلقة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.